أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي. معانا فرخة محشية مسماها فرخة وإنما في شكلها ديك رومي، وحشوتها هتبقى مميزة جدا في نكهتها وطعمها خيال. واللي هيتبقى من الحشوة هنسويه بطريقة هيطلع مفلفل وبجد ما يتشبعش منه، ومعاهم خضار دايب ومتكرمل. بجد توليفة جبارة من فراخ محشية بحشوة ملهاش حل، وخضار ورز وبأقل مجهود. كالعادة أول حاجة بنبتدي بيها في وصفات الفراخ محلول النقع. معلقة كبيرة سكر وعليها 2 معلقة كبيرة من الملح وليمونة ومية. هنضيف كل المكونات في بولة النقع، السكر والملح وعصير الليمونة، وهنضيف 2 لتر من المية علشان الفرخة كبيرة شوية. هنضيف الفرخة ونسيبها مش أقل من 4 ساعات، ويستحسن لو ليلة كاملة. التوابل معلقة كبيرة من الفلفل، وزيها من الكزبرة الناشفة، ورق لورا وحبهان، دول بقى كلهم اللي هنطحنهم مع بعض. يتبقى عود القرفة وجوز الطيب والملح. معانا معلقة كبيرة مليانة من الملح. الإضافة التانية التوم، معانا راس توم كاملة هنهرسها. بعدها خضار الحشو، كوب من البسلة وعليه جزرتين وسط قطعناهم مكعبات صغيرة في الحجم، وبصلتين وسط مبشورين ناعم أو بصلة كبيرة. ومعانا 3 أكواب من الرز، حوالي 600 جرام من الرز. طبعا مش كلهم هنحشي بيهم الفرخة، فلو حابين على قد الفرخة بس هيبقى نص الكمية. ده بقى الخضار اللي هنحطه تحت الفرخة أثناء الشوي. كوسة وبتبقى رائعة وطعمها حلو بجد، وجزر وبصل وطماطم، وكل الخضار قطعناه شرايح سميكة علشان ما يتهريش مننا، علشان الفرخة زي ما قلنا حجمها كبير شوية فهتاخد وقت أطول من الفراخ الصغيرة، فعايزين نحافظ على الخضار وشكله. ما عدا الطماطم متقطعة شرايح عادية مش سميكة. أول حاجة هنتبل الفرخة، معلقة كبيرة من الثوم وعليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة ونص صغيرة من التوابل اللي طحناها، وحطينا رشة خفيفة من جوز الطيب على معلقة التوابل اللي هنتبل بيها الفرخة. هندمج مكونات التتبيلة مع بعضها. دي الفرخة بعد النقع شطفناها، هندلكها كلها بالتتبيلة من بره ومن جوه وتحت الجلد، وبعدها هنسيبها على جنب لحد ما نجهز الحشو. هنا ضفنا ميكس ما بين الزبدة والزيت، وهنزل بالبصل. هنتبله معلقتين صغيرين من الملح ومعلقة صغيرة من التوابل اللي طحناها، الحبهان وورق اللورا والكزبرة والفلفل. هنزل بالخضار ونقلب لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما الخضار يدبل معانا. هنضيف عود القرفة. بجد إضافة عود القرفة هيدينا تيست ونكهة جبارة ما تتوصفش. ادي الخضار دبل زي ما احنا عايزينه بالظبط. هنضيف معلقة صغيرة من الثوم ونقلب تقلبتين يسخن وريحته تطلع. بعدها هنضيف الرز ونقلبه دقيقتين يتغلف بالمادة الدهنية. في المرحلة دي قبل إضافة المية هنطلع عود القرفة، مش محتاجينه أكتر من كده. هنضيف المية المغلية على الرز وتكون يدوب مساوية لمنسوب الرز، ونهدي الحرارة ونغطيه ونسيبه يتشرب المية تماما. ده شكله بعد ما اتشرب. هنسيبه يبرد تماما وبعدها نحشي بيه الفرخ. ادي الرز بعد ما برد هنبتدي نحشي بيه الفرخ. أثناء الحشو مش بنكبس الرز، بنسيبه مهوي علشان يستوي كويس، ونحافظ على الفرخة ما تفرقعش وتفتح مننا أثناء التسوية. هنربط رجلين الفرخة بخيط دبارة. دي صينية الفرن اللي هنسوي فيها الفرخة. هنضيف عليها ورقة الألومنيوم وبعدها ورقة من الزبدة. وهنرص عليها الخضار، وضفنا عليها مكعبين من الزبدة. هنتبل بالملح ورشة من التوابل اللي طحناها.
وعود القرفة اللي خرجناه من الرز، وقرن الفلفل ده اختياري، واللي حاببها مشطشطة يقطعه مع الخضار. هنحط الفرخة فوق الخضار وعليها رشة من الملح ورشة من التوابل. آخر إضافة معانا معلقة من الثوم المهروس. هنبتدي نقفل الفرخة كويس وندخلها الفرن في أسفل رف على درجة حرارة 200. هتاخد معانا من ساعتين لساعتين ونص. ده باقي الرز اللي اتبقى معانا من حشوة الفرخة. هنضيف عليه كوب من المية المغلية وهنغلفه بورقة زبدة وألومنيوم ونحطه في الفرن آخر نص ساعة في تسوية الفرخة. هنا معانا معلقة من الصلصة، هنضيف عليها معلقتين من الزيت وهندهن بيها وش الفرخة بعد ما تستوي. ادي الفرخة بعد ما استوت، هندهنها بالصلصة ونحطها تحت الشواية تاخد لون حلو. هي كده استوت تماما ودابت. وده شكل الرز بعد ما استوى، بجد طعمه ونكهته خيال. دي الفرخة بعد ما حمرناها وفكينا الأربطة بتاعتها، بجد دايبة. وده الصوص اللي خرج من الفرخة. بجد جربوا وصفة الفراخ دي، توليفة جبارة من النكهات والطعم، حاجة كده وهم. بجد اللي مش بيحب الكوسة يجربها بالطريقة دي، بيبقى طعمها حلو قوي. والخضار مع الصوص والسوائل اللي نزلت من الفراخ والبصل المتكرمل ده لوحده حكاية. الخضار دايب، كلها وجبة متكاملة ومش هتاخد مننا وقت في التجهيز والإعداد، كله هيستوي في الفرن. فتعمليها في عزومة انتي ومرتاحة، أو نعملها في شهر رمضان الكريم خلاص على الأبواب. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله تجربوا كل وصفاتنا وبالهنا مع نودي وأسماء.